عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة، مش جديدة مي هي تكملة للبارتي رقم واحد. مش نعملوا المونتاج متاع خبزة الجاتو والا الجينواز اللي سبق وحضرتها معاكم. ان شاء الله الوصفة متاع الجينواز نخليها لكم في صندوق الوصف. لهنا اول حاجة لازمني بعد ما تكون بردت، ولازمني نأكد انها تكون مغطية، وتحط عليها سيرفيت نظيفة كل تمتص الفابور متاع السخانة هذيك. ومن بعد نقلبها على وجهها ونحي البابي كويسون. نحي البابي كويسون وناخذ القالب متاعي ونبدا نقص، يعني نحطه وكلي نطبع عليه، خاطر هو اللي مش نخدم عليه ان شاء الله. دونك انت اي قالب متوفر عندك تنجم تستعمله. يعني عندي القالب 6 على 25. كيف كيف نفس الطريقة مش نعملوا بها الجنواز بالكاكاو. ما نحكي لكمش على الباطة خفيفة مش نورمال حتى طرف. كيف كيف مش ناخذ القالب ومش نقص بالسكينة وهكاك نتحصل على الدويرات اللي مش نعملوا بيهم الخبزة الجنواز متاعنا. كيف كيف قعد لي الفاضل كيف ما الكاكاو والاخر مش نحطهم على بعضهم ونقرنهم وهكاك، هذيك مش نحطوها في الوسط. بالطبيعه مش نحضروا الكريمه لهنايا. انت تنجم تعمل كريم شانتي. الباز نتاع الكريم شانتي انك انت ما تتبعش طريقه الاستعمال كيف الورقه. دونك تحط الغبره في المجمد، وكيف كيف الحليب المجمد قبل على الاقل ب10 دقائق، وبعد تالي تركزهم بالطريقه هذيك. اني لهنايا عندي كريم، يعني هذيك 30% ماتير غراس، هي اللي مش طلع لي الكريم شانتي، وزدت عليها مسكربون. وبعد تالي قسمت الحشوة على اثنين، الكريمة على اثنين. واحدة حطيت عليها البفراوة، والاخرى حطيت فيها شوكولا تارتين هذيك. كهو قسمنا المكونات على اثنين. تو نجي مش نعملوا ان شاء الله المونتاج. اول حاجه لازمني لهنايا مادامني ما عنديش هيك البلاستيك متاع الجناب باش تطلع لي خبز الجاتو مستويه وكل شيء. دونك فكره نعطيها لكم انك تحط الفيلم اليمونتير هذيك، البابي فيلم، وتحطها على البلاتو. دي بريفيرونس تحطها تحت البلاتو اللي مش تحط عليها الجنواز معناتها. اما حتى هكا امورها واضحه. لازمني نتاكد انه القاع متغطي كيف كيف جنابي متغطيه. ونجي ناخو اول كعبه الفينواز الاولى، تحب تحط الكاكاو والا الناتور، لازم الوجه متاعها يكون من اللوطه والقفي بالطريقه هذيك. تعمل السيرو. هنا حطيت مية وسكر دوبا مغلاو شويه، وهو اللي مش نسقي بيه نسقيو بيه ان شاء الله الجنواز. ولهنا مش نحط الكريمه بالبفراوه. اول حاجه كالمخلوطه بالبفراوه تنجم تحط فيها اللي تحبتي، وكيف ما تنجم ما تحط فيها حتى شيء. وهنا المتوفر عندك تنجم تعملها. فوالا دونك نجم انت من خبزه بسيطه تنجم تردها خبزه مكلفه انت وامكانياتك بالطبيعه. فوالا لهنا نستويوها مليح، وبعد تالي نجيو للطبق الوسطى هذيك، ومش نحطوا فيها اكل شطر كاكا وشطر طبيعي. كيف كيف مش نحط عليها الكريمه. وديما نحاول نجبد الفيلم اليمونتير باش ما يتشدليش في الجنابي. ديما نحاول نكبسه ونطلعه الفوق. سقيتها، ومن بعد تالي مش نجيو نحطوا الشوكولا، الكريمه بليتو اللي حطيت فيها الشوكولا اتارتي. فوالا اللي هنا مش نرش عليها شويه نوازات هكا مهروشه. وانت تنجم تحط فيها اللي تحب انت، وتنجم تحط فيها حتى ما تحط فيها حتى شيء. راهو كيف ما قلت لكم تنجم تكون مكلفه، تنجم تكون خفيفه وماهيش مكلفه. هكا هاو. كيف كيف مش نجيو البارتي الاخرانيه لازم تكون لهنا الوجه متاع الجنواز هو اللي من الفوق، ومن غير ما نسقيو الوجه الاخراني. ومن بعد نحطوا البقيه الكريمه اللي عندك. لهنايا الفيلم الاليمونتير هو اللي مش يخليها مكبوسه وما تلقاهاش مفلوته كي تجي تحلها من القالب. حطيت الفيلم الاليمونتير كيف من هكاكا، سكرت بيها عليها خاطر باش نحطها في المجمد وما نحبش فيها الريحه متاع بالطبيعه المجمد نحطوا فيه اللحم وحوت وكل شيء. دونك نغطيو عليها مليح. العشية بعد ما بردت مقدار نقولوا احنا 4 سوايع 5 سوايع، حضرت لي كريم شانتي متاعي مرة أخرى. كريم شانتي ناتوريل ما فيها حتى شيء. وهذه هي خبزتنا هاوكا مريقلة واضحة. دي بريفيرونس تخدموا بها وهي هي مجمدة معناتها، وهي كيفاش مقلصة اوترومون. ولهنا يتزين باللي تحب انت. اني الحق مانيش بروفيسيونيل، امن اكدلكم على البنة راهي مضمونة بالحق ما شاء الله ما شاء الله. كيف نعملوا حاجة في الدار نأكد لكم انها تطلع هكا بنينة مادامها بصبعاتك وابدعت فيها وتعبت فيها. ما يهمكش احنا صحيح نقولوا العين تاكل قبل الكرش ولا حاجة، اما راهو نأكد لك ان البنة موجودة خاصة كي تعملها وحدك في الدار.
فوالا اني كيف ما قلت لهنايا مش نزينها تك تك تك، خاطر بعتلي مش نغلفها بشويه كل النوازات المهروشه هذيك، والفاضل مش نزين بها من الفوق. فوالا لهنا مش ناخو هذيك النوازات المهروشه، ونبدا نحاول نلصق فيها وما نحطش ايدي برشا معناتها. وهوك الفيلم اليمونتير عاوني بالباهي بالباهي. كملنا زينا من جنابي ومن الفوق، تو متبقى كمش نحيو البابيي فيلم متاعها، خاطر هي يابسه على الاخر بطبيعه كانت في المجمد، انها فصيل تتنحى راهو ما تخافش منها. مش نجي ومش نحطها بطبيعة اكل بلاتو اللي عملت فيها. وهذه بعد ما رجعتها للثلاجة مرة اخرى وخليتها تتحل على راحتها، طلع مرسو نودكم ولا نشهيكم، والكريمة بنينة والجنوازة خفيفة، صدقوني قد ما نقولكم بنينة وشوية فيها. واذا كان وصلتوا معايا لهنايا نقولكم ما تنسونيش تعملوا لي اللايك وتخلوا لي التعليق المزيان، وان شاء الله الوصفة تجربوها وتنال رضاكم واستحسانكم. بالحق قد ما نقولكم بنينة وخفيفة، فطور الصباح حاجة خارقة للعادة مع كويس هكا شوكولا شو نودكم ولا نشهيكم. تو ما تبقى كي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه وبسلامة.